الحركة الأقذر على الإطلاق. بام 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 بام. إن أنت تحكي حد بكل أريحية، بكل أريحية كده عن فلان أذاني، فلان عمل معايا 1 2 3 4، فلان وجعني. فهو يسيب بقى كل ده ويجي في وقت الخناقة أو وقت مشكلة بينك وبينه يقولك فاكر لما فلان قلت فلان عمل كذا 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 فيك؟ انت بتعايرني بحاجة انا اللي قلتها لك؟ انت بتجمع معلومات تأذيني بيها، او بتجمع معلومات عشان تحطها تضربني بيها الحاجة في مصلحتك؟ انا عريت نفسي قدامك وحكيت لك فلان وفلان وجعوني قالوا لي كلام كذا، ومأمنالك او مأمنالك عشان انتي تيجي بعد كده تقولي فاكرة فلان، فاكرة فلان لما قال عليكي كذا، فاكرة كذا. ايه انت بتعمل ايه؟ هو انا مطلوب مني لو في علاقه ان انا ارتبط بيك؟ انت لو ارتبطتي بيه تبقي هبله، خصوصا لو راجل. انت هتامني لمين؟ يعني انت تبقي قاعده تقولي له ماما قالت لي كذا او ماما عملت لي كذا ومتضايقه والله موجوعه ماما عملت، ويجي يقول لك ما هو مامتك قالت لك مثلا انت انانيه فانت انانيه. ليه راجل يعمل كده؟ وحتى لو اصحاب ليه هتامني لها ازاي؟ طب هتقعدي تحكي لها ازاي؟ طب هتقعدي تسمعي لها ازاي؟ ما انت كمان هتبتدي ترقدي عشان تضربيها زي ما ضربتك. العلاقه انتهت على فكره هنا. الراجل اللي بيعمل كده هو نهى العلاقه خلاص، انت مش هتعرف عنها حاجه تاني. وانا اللي بقول لها ما تقوليش حاجه تاني، تبقي غبيه لو امنتي له وقلت له حاجه تاني. ولو اصحاب هتعرفيها ليه؟ بجد تعرفيها ليه؟ حتى لو كان عندها حق، مش وقته، مش في خناقه، مش بنجمع معلومات عن بعض. لو عاوزه نفترض حسن ان هي عاوزه الفت الانتباه، بس انا ما بتكلمش عن النوع ده، انا بتكلم عن النوع اللي بيجي وقت الخناقه يعايرك باللي انت حكيتهوله ويحكم عليك باللي انت حكيتهوله. دي ناس مش سويه نفسيا بالمره، وما ينفعهمش غير المعامله بالمثل. على فكره مش هينفع تعاملوهم بمنتهى الادب والاحترام. يعني لو انت باقي عليهم في حياتهم، لو هو قال لك كذا، طب ما انا كمان كنت ممكن احكم عليك في كذا وكذا 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 وكذا، بس انا ما قلتش. او التزم الصمت وابتدي خد قرار ان انت الشخص ده ما تحكيلوش حاجه تاني، وكده كده خلاص انت داخل على العلاقه في نهايتها. يعني انت لو كملت حتى هي العلاقه منتهيه، تحكي له ايه؟ احنا قاعدين اغراب، مضطر بقى اخبي عليك، مضطر ما تعرفش مشاكلي، مضطر تكون متضايقه ما تعرفش حاجه عني، مضطر ما اقولكش حاجات حلوه اللي تحكم عليا. خلاص. فدي من اقذر المواقف اللي احنا ممكن نعملها تخلي الناس مش عاوزه تتعامل معانا تاني.